النهارده أنا عايز أتكلم على موضوع تسريب عقد مصطفى شلبي. من أكتر الأمور اللي عاملة لي إزعاج أنا شخصيًا في الفترة الأخيرة هو تسريب عقد مصطفى شلبي، لأن الموضوع يعني وصلنا لمرحلة من ليفل الوحش في محاولة ضرب نادي الزمالك، ومحاولة ضرب أوضة اللبس في نادي الزمالك، ومحاولة ضرب اللعيبة في بعضها. أول حاجة حابب أتكلم عليها هي إن المفروض عقود اللاعبين دي عقود سرية، دي موجودة في الاتحاد المصري كأمانة، وأي اتحاد في العالم المفروض إن عقود اللاعبين الموجودة فيه ما تطلعش للرأي العام، إلا الاتحاد المصري هو الوحيد المنتهك، هو الوحيد اللي أي حد يدخل ياخد العقود ويصورها ويطلعها للرأي العام، ما فيش حد بيحاسبه. وفي يعني حكمة كده بتقول: من آمن العقاب أساء الأدب. ما دام اللي بيدخل بيصور ويطلع ومحدش بيحاسبه، ولا بنسمعوا عنه أي مشكلة، ولا بنسمعوا أي عقاب، فخلاص بقى أي حد يدخل يطلع يعمل اللي هو عايزه، مفيش حساب. اللي حصل ده جريمة، المفروض اللي عملها يتحاسب، واللي مسؤول عن الاتحاد لازم يحاسب اللي عمل كده، ويتعرف مين اللي عمل كده، لأن ده يعني بيضر سمعة الاتحاد المصري، وبيضر الكرة، سمعة الكرة في مصر. هل ده مقبول؟ طب احنا سمعنا أي عقاب أو سمعنا أي حد اتكلم في الموضوع من ناحية الاتحاد المصري؟ ما حدش اتكلم، مكبرين دماغهم، الموضوع معدي. معناها ايه؟ هل معناها ان الاتحاد المصري نفسه متورط في الموضوع ده؟ المفروض ان هم يطلعوا ويردوا يقولوا ان العقود ديت ما حصلتش، والعقود دي مضروبه، ومش هي دي العقود الاصليه، ومفيش الكلام ده، ويردوا. لكن ما حدش بيرد. دي معناها ايه؟ دي اول نقطه. تاني نقطه: هل عقود الزمالك فقط هي اللي بتتصور؟ طب احنا شفنا عقد لساديو ولا تاو ولا مكسيوني بتاع الاهلي، ولا بادجي ولا بواليا؟ عمرنا ما شفنا عقود للاهلي. يبقى اذا الموضوع موجه لنادي الزمالك. اذا المفروض يبقى فيه حد يتكلم في النقطه دي، حد يوقف المهزله اللي بتحصل دي. دي مهزله، تحطيم نادي معين واستقصاده بالطريقه ديت، لا، مش مقبول ابدا. الهدف من القصه دي كلها وتسريب العقود، اللعيبه بتاعت الزمالك تكره بعض. اشمعنى شلبي بياخد قد كده وانا باخد قد كده، ومستوى بقى بتاع الزمالك يحصل فيه اللي بيحصل حاليا. ده اللي عايزين يوصلوا له. احنا مش هنسكت على كده، لا. المفروض ان الاداره بتاعت الزمالك تتصرف، تحاول تحل المشكله، تحاول ترجع الفريق لطريق الانتصارات، وتحاول تحل المشكله دي باي طريقه، يعني باي طريقه مظبوطه، يعني لان احنا دلوقتي قدام مشكله، وقدام ضرب من تحت الحزام في فريق نادي الزمالك. الاداره هي اللي لها الدور ان هي تحل اي ازمات وتحل اي مشاكل. المفروض ان الحل ده يبقى على طول، ما يستناش الفريق لما يقع في افريقيا ويقع في الدوري وبعد كده نبدا نحله. في حاجه برضو، يعني انا ما اعرفش هل العقود ديت عقود سليمه ولا مش عقود سليمه. يعني هل العقود دي سليمه؟ برضو حد يطلع يقول لنا هل العقود دي سليمه ولا مش سليمه؟ لان لو العقود دي سليمه تبقى كارثه فعلا. يعني اللي عمل العقود دي من نادي الزمالك المفروض يتعاقب، وعقاب شديد جدا. ازاي لاعب زي مصطفى شلبي ياخد الفلوس دي والمبالغ دي؟ ايه ده؟ هو مال سايب تعمل له عقد ب 2 مليون دولار وتعمل له مرتب قد كده، في ايه؟ لا، مش مقبول. ولازم اللي عمل كده في نادي الزمالك يعلن عنه ويتحاسب. لو بنحاسب مش هتلاقي اللي بيحصل دلوقتي كل ده. لو الاتحاد المصري لكرة القدم بيحاسب ما كناش هنوصلوا اللي احنا فيه دلوقتي. لو الزمالك بيحاسب اللي عمل العقود دي، لو العقود سليمه، يبقى مش هنوصلوا بعد كده ان العقود دي تتكرر تاني. لكن فعلا من آمن العقاب أساء الأدب.